3 تلاميذ واثنان من الطلبة بينهم فتاة واحدة حال القدر بينهم وبين زملائهم ممن سبقوهم إلى مدينة طرفاية في رحلة للتنزه صباح اليوم. لم يكن في حسبانهم أن شاحنة كبيرة قادمة من طرفاية نحو العيون ستصطدم بالسيارة التي كانت تقلهم وتستخرج لوازمهم كي توضع على حافة الطريق بدلا من رمال شاطئ البحر، ويعودون هم إلى نقطة انطلاقهم مدينة العيون، لكن جثة باردة هامدة وسط حسرة الأهل والزملاء في الدراسة. كاملين كيقراو معايا الدراري الله يعمر راسلها. كنعرفهم مزيان، كان ساكن معايا كاع الدري في الدار. قال لك مشاو في شي رحله. توصلنا ب5 جثث، 4 ديال ذكور وواحدة إناث، وتم إلحاقهم بالمورغ، والإجراءات القانونية والإدارية الحمد لله تمت في أقرب وقت، ونتمنى لهم الرحمة والغفران. حسرة كبيرة بادية على محيا زملاء الضحايا وأقاربهم ممن حضروا إلى مستشفى الحسن بالمهدي بالعيون لإلقاء النظرة الأخيرة على جثامين الضحايا. الرحله مشات مزيانه، حنا وصلنا لطرفايه هما كانوا تابعيننا، وما عرفتش واش مول كاميو ناعس ولا كيفاش تلاقاو معاه الله يرحمهم وصافي. الله يرحمهم. جروح نفسية بالغة يصعب أن تندمل بشكل سريع، تخلفها بشكل يومي حوادث السير ببلادنا، فمزيدا من الحذر واليقظة.